السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. هل احط فلوسي في صناديق الاستثمار؟ نعم ام لا؟ صناديق الاستثمار بمنتهى البساطه عباره عن صناديق بتبقى في الغالب تابعه للبنوك، بياخدوا من حضرتك الفلوس وهم بيستثمروا حضرتك الفلوس في البورصه ويقولوا لك احنا كسبنا كذا او خسرنا كذا، وفي الغالب ممكن تسحب فلوسك بطريقه يوميه، تروح تقول لهم النهارده حسابي عامل كام، يدوك فلوسك بالظبط وتسحبها في نفس اليوم. طيب احط فلوسي في صناديق الاستثمار ولا استثمر مع نفسي في البورصه؟ الاجابه بمنتهى البساطه، لو حضرتك وصلت المستوى الاحترافي او مع حضرتك حد محترف بيساعدك هتكسب اكتر بكتير من الصندوق لاسباب هقولها في الفيديو ده. لو حضرتك جديد لو سمحت مش امان خالص ان حضرتك تستثمر بنفسك، اوعى تدخل البورصه بنفسك. مش بقول لحضرتك ادي فلوسك لحد، حط فلوسك تحت ايدك وتحت سيطرتك، لكن خلي معاك جايدنس او خلي معاك حد بيوجهك بطريقه محترفه، لان الناس اللي بتخش مش فاهمه حاجه بتتبهدل. طيب صندوق الاستثمار انا المره دي مش هتكلم على المميزات قوي قد ما هقول على مشاكله. صندوق الاستثمار مشكلته ان هو بيبقى كميه ضخمه من الفلوس متحكم فيها، يعني صندوق الاستثمار معاه مليارات، ما يقدرش انه يعمل تريده سريعه. في بعض الاحيان بيبقى باين قوي 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 ان البورصه هتنزل 10%، بعض الاحيان بيبقى باين قوي ان هيحصل تصحيح قوي شويه، في بعض الاحيان بيبقى باين شويه ان البورصه ممكن تنزل 15%، على حسب حجم الصندوق. بعض الصناديق ما يقدرش يبيع ويعمل التريده دي، ما يقدرش يبيع فوق ويشتري بعد ما ال 10% تنزل، ان هو اصلا لو باع هينزل السوق 10% لوحده. طبعا مش بتكلم على كله، بتكلم على الاغلبيه او على حجم الصندوق الكبير شويه، فبالتالي بيفوتوا تريدات كويسه جدا كان ممكن يعملها ويكسب فلوس. الحاجه الثانيه ودي انا ما بفهمهاش شخصيا، في بعض السنين بيبقى باين جدا جدا ان البورصه هتنزل السنه كلها او باين ان البورصه هتنزل جزء كبير من السنه، بتبص تلاقي الصندوق ما باعش. انا مش عارف هل هو مثلا عليه قوانين معينه انه ما يقدرش يكون خارج البورصه 100%، انا مش فاهم الصراحه الداينامكس شغاله ازاي عشان ما بقاش كذاب، ولكن اللي انا بشوفه ان يجي الصندوق يقول لك السنه دي خسرنا 30%. خسرت ازاي يا عم؟ ده الناس اللي هي عندها خبره بسيطه، مش هقول حتى جامدين، كان فاهم ان الدنيا هتنزل وباع اوريدي هو بره السوق مستني يشتري من تحت. فبرضه في حاجات في الصناديق بتهيألي بسبب حجم الصندوق ما بيقدرش ان هو يتحرك بالفلكسبيليتي والحريه اللي حضرتك بتتحرك بيها، ومما يترتب عليه ان مكسب الصندوق في الغالب ما بيبقاش كبير بالمقارنه بمكسبك لوحدك لو حضرتك فاهم بتعمل ايه. رقم 3 ان الصندوق بيمشي جنب الحيطه فعلا، يعني اللي هو بيشتري في الاسهم بيوزع بنسبه اسهم كبيره جدا، في الغالب بيتراك المؤشر بالظبط، يعني بيمشي مع اتجاه المؤشر، وكلنا عارفين ان المشي مع اتجاه المؤشر بيكسب مكاسب قليله جدا. يعني اصلا ممكن تلاقي الاسهم طالعه 20 و25% لكن المؤشر العام كله على بعضه طالع 10%، وده طبيعي جدا لان المؤشر متوزع دايفرسيفايد على 30 شركه، فبالتالي كل ما بتوزع كل ما ربحك بيقل. لهذه الثلاث اسباب انا ما بحبش صناديق الاستثمار، وانا شخصيا ما بحطش فلوسي في صندوق الاستثمار. لكن هل ده مناسب لاي حد؟ لا طبعا، زي ما قلت لو حضرتك جديد ومش عارف حاجه ممكن يبقى الصندوق ده حاجه كويسه جدا لحضرتك، لكن لو حضرتك عايز تتعلم وتحترف هتكسب اكتر بكتير من الصندوق ان شاء الله. وخلي بال حضرتك من حاجه، مش مجرد ما تروح صندوق يقول لك السنه اللي فاتت عملنا 30% تقول له طب احط فلوسي، وريني اخر 5 سنين. ما هو ممكن تلاقي 30 السنه دي، قبلها 10، قبلها ناقص 30، قبلها بلس 5. طب المهم المحصله كام؟ فبرضه مش فكره ان الصندوق عمل مكسب جامد السنه اللي فاتت او السنه دي عشان البورصه طالعه يبقى الصندوق ده جامد، لا، لازم اشوف محصله الصندوق 5 سنين او 3 سنين عامل ازاي. نصيحه اخويه، لو دخلت البورصه لوحدك وحضرتك جديد هتتبهدل للاسف. يعني 99% من اللي داخلين جداد بيخسروا فلوسهم، دي حاجه معروفه قوي، يعني بلاش نقول 99 عشان ما عنديش احصائيه، 80% وانا واثق مليون في الميه من الكلام اللي انا بقوله، على الاقل من 70 ل 80% بيتبهدلوا. فخلي حضرتك بالك لو سمحت، ما تدخلش الا بجايدنس محترم. انا عامل الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، هيضمن لحضرتك عدم الخساره، ولو خسرت هرجع لحضرتك فلوس الكورس بعد تطبيق الكلام اللي في الكورس، وبكون مع حضرتك 3 شهور تعليميه على الواتساب بعد ما تشتري الكورس. يعني مش ببيع لك الكورس واسيبك، ببيع لحضرتك الكورس ويبقى معاك 3 شهور اعلمك بالظبط ازاي تطبقه بطريقه عمليه على البورصه. وعلى فكره مش لازم تمشي ورايا، يعني حضرتك قررت ما تشتريش الكورس وقررت انك تمشي ورا حد تاني، مش مهم يكون انا، بس دور على حد بيفهم بيكسب في اخر 5 سنين. ما حدش يكون كسب ال6 شهور اللي فاتوا ولا كسب السنه اللي فاتت عشان الدنيا طلعت معاه كويس ويجي يقول لك انا امشي ورايا، لا. اللي بيكسب الشخص ده يكون بيكسب بطريقه كونسيستنت، بطريقه كل سنه هي بيكسب، سنه يكسب 30%، سنه يكسب 40%، سنه يكسب 20، سنه تبوظ منه يكسب 17، لكن الخلاصه ان يكون شخص بيحقق مكاسب بصفه سنويه مستمره. طيب اللي عايز يشترك في الكورس او اللي عايز يبعت لي اي سؤال يبعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت كالعاده. خلاصه الكلام، موضوع صناديق الاستثمار هو ممتاز لو حضرتك مش عارف اي حاجه خالص ومش ناوي انك تمشي ورا حد او يكون مع حضرتك حد بيدعمك، ساعتها هو الخيار المناسب بالنسبه لحضرتك. لكن برضه ساعتها لازم تبقى تتابع على الاقل اتجاه البورصه العام، وتقرا الاخبار وتشوف الاحداث السياسيه وتتابع اللي بيحصل في الدنيا علشان تبقى عارف الاتجاه العام، عشان ما تخشش في السنه كلها هتبقى نيجاتيف. يعني داخل في السنه البورصه هتنزل فيها 20%، طب ما هو ممكن حضرتك الصندوق يقول لك خسرنا 20%، ما تقدرش تلومه لان هو ماشي مع المؤشر. فلازم حضرتك تبقى على الاقل ملم بالاحداث بطريقه يعني محدوده شويه علشان تقدر تاخد قرار الى جانب اللي الصندوق بيعمله، ما تسيبش فلوسك كده وتمشي وخلاص. مش عايز اطول فيديو اكتر من كده، والى اللقاء في فيديو اخر. شكرا، سلام عليكم.